السلام عليكم. خلال زيارة البابا الفاتيكان إلى الجزائر حاليا أكدت وسائل الإعلامية الجزائرية عن زيف الأخبار اللي بتروج لها قناة هسبريس المغربية بشأن الحدث الأمني اللي وقع أمسية اليوم بمدينة البوليدة، والذي أسفر عن وقوع ضحايا وعدد من الجرحى، والذي سمته الجريدة المغربية بأنه عملية إرهابية دون أن تتأكد. وبعد التحريات اتضح أن الحادث لم يكن سوى انفجار في اسطوانة غاز مركبة داخل سيارة أجرة بوسط المدينة، وتسبب الحادث في وفاة السائق وراكبين معه. وأصيب على إثر هذا الحادث عدد من المرضى بجروح متفاوتة الخطورة. ولم تذكر أي قناة جزائرية أو عربية أو أمريكية مثل CNN أو BBC أي شيء عن هذا الموضوع، وهو ما يؤكد أن القنوات المغربية تسرعت كثيرا في نشر الخبر، وهو ما فسره إعلاميون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الغاية منه نشر البلبلة وإفساد الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان إلى الجزائر.